شنو هي الدولة اللي غادي تنظم كأس إفريقيا للسنة ديال 2025؟ واش المغرب ولا الجزائر؟ اليوم في هذه الحلقة غادي نعرفوا كلشي إن شاء الله بإذن الله. وكما كتعرفوا أن اللجنة ديال الكاف اللي كتصيفط باش تشوف الملاعب اللي كاينين في الدول كيركزوا على بزاف ديال الأشياء. أول نقطة اللي كيركزوا عليها وهي الإضاءة. إذا كانت الإضاءة مزيانة غادي يكون الملعب حتى هو مزيان. ثاني حاجة اللي كيركزوا عليها وهو العشب، واش اصطناعي ولا عشب طبيعي. ثالث حاجه اللي كيركزوا عليها وهي المقاعد، عدد المقاعد واش كثير ولا قليل، والمقاعد اللي يجلسوا فيه الاعلاميين واش كثير ولا قليل، عاوتاني المقاعد اللي يجلسوا فيه كبار المسؤولين واش كيكون محمي مزيان ولا ما محميش. المهم بزاف ديال التقنيات اللي كيشوفوهم. وكيزيدوا عاد المقاعد ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، واش غاديين فين يطلعوا، فين هادي، فين يستقبلوهم، فين يجلسوا، فهمتيني؟ باش اي حاجه قليله ولا صغيره تيركزوا عليها مزيان. وكيزيدوا عاوتاني فين كيستاسيونيو الطوموبيلات، شكون اللي كيستاسيوني مزيان الطوموبيلات، شحال، واش 8000 طوموبيل، 6000 طوموبيل. وهي دايره في كاس افريقيا 8000 طوموبيل تكون عندك في البلاصه ديال ستاسيونمون اللي تكون دايره على الملعب. 8000 طوموبيل. نبداو على بركه الله بالملاعب اللي كاينين في المغرب، ومن بعدها نمشيو للملاعب اللي كاينين في الجزائر. وغادي يعطيكم نبذه خفيفه ولكن معمقه، وهذا الشيء غتركز عليه الكاف ملي غتصيفط اللجنه. اول حاجه عندنا في الملعب ديال طنجه عندنا المقاعد ديال الاعلام 7150، والمقاعد العامه الاخوان فيها 45000 مقعد. ولكن اسمع، هو كيتصايب باش يوجدوا الاخوان الكاس الامم ديال الانديه، هو اللي غادي يلعب كاس العالم ديال الانديه. كاس العالم ديال الانديه غيتلعب في الملعب ديال طنجه، غيولي فيه 70000 متفرج، غيحولوا من 45000 حتى ل 70000. والقوه ديال الاضاءه اللي كيديروا احسن اضاءه وهي الليكس 1800. اخر اضاءه اللي كاينه في جميع الملاعب الاوروبيه هي الليكس 1800 الاخوان. نمشيو الاخوان للملعب ديال اضرار، وهو الملعب ديال اكادير، وهو الملعب اللي تلعب فيه كاس العالم للانديه في 2014. تيهز 45000 متفرج، وعنده 10000 مدرجات المغطاة. حتى هذه النقطة تيركزوا عليها، كيشوفوا هذاك واش مغطاة ولا ماشي مغطاة. إذا كان مغطى كامل أحسن الملاعب ديال المغطاة كامل. نشوفوا النسبة اللي مغطى من الشمس، هذا 10000 النسبة ديال 25%. وبالنسبة للملعب ديال طنجة هو المغطى ب 13%، ضعيف بزاف. هذاك الملعب ديال طنجة واخا صايبوه ولكن ما غطاوهش بالكامل، ما عرفت علاش صايبوه سم يغطيوه بالكامل. ماشي مشكل. نمشيو للملعب رقم 3 وهو الملعب ديال مراكش اللي كيهز حوالي 45000 متفرج. حتى هو ملعب تبارك الله عليه، العشب ديالو طبيعي تبارك الله، جميع المقاعد مزيانين. حتى هو كان مغطي بشويه من الفوق بالنسبه ديال 33% مزيان. نمشيو دابا للمركب ديال كازا ديال الدار البيضاء، وهو الرياضي محمد الخامس اللي كيهز تقريبا 45000 متفرج. ودابا راه كيصايبوا ان شاء الله باذن الله باش يوجدوه المباريات القادمه، وغادي يولي كيهز 80000 متفرج. هما غيديروا البرومي ويديروا الدوزيام ويدوروا كامل من المتفرجين. حتى هو تبارك الله مركب واعر. وعندنا ايضا المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله اللي كاين في العاصمه الرباط، اللي كيهز حوالي 53000 متفرج حد الان، والنسبه ديال المغطى ديالو 40%. هذا باش كيكون زويون. هذا الاخر 40% المقاعد مغطات. احسن ملعب هو هذا بالنسبه ديال المغرب. احسن مركب هو المركب ديال مولاي عبد الله، والمركبات كاملين مزيانين، غير هذا فيه نسبه ديال المتفرجين زايده وفيها النسبه ديال المغطات مزيان. اخوان غادي نمشيو للمركبات ولا الملاعب ديال الجزائر. عندنا الملعب ديال 24 فبراير 1956. هما اكثر اغلبيه ديال الملاعب كيسميوهم بالتواريخ باش يعرفوا فوقاش نظموا وفوقاش تصايبوا هذاك الشيء. اللي كاين بسيدي بن العباس كيهز حوالي 45000 متفرج. كان فيه عشب اصطناعي، وعاوتاني في اخر السنوات حولوه لعشب طبيعي مزيان. كاين المشكله اللي كاينه في هذا التيران هذا، وهو ما مغطيش بالكامل، تيبغطي غير بنسبه ديال 10%، وهذا الشيء اللي ما كتبغيهش الكاف. المهم دابا غادي نمشيو للمركب الثاني ولا الملعب الثاني اللي يلاه صايبوه تبارك الله. ملعب رائع بكل المواصفات ديالو، اللهم بارك وزد في ذلك. هادشي اللي غادي نقول فيه. المركب الرياضي الجديد اللي سطيف اللي كيهز 50000 متفرج. المساحه ديالو من الداخل كبيره، اللهم بارك. الغطاء من الفوق كما كنشوفوا في الصوره تبارك الله، غطاء كامل بالنسبه ديال 33% مقبول من عند الكاف مباشره. نمشيو الاخوان للملعب الثالث وهو عبد القادر خالد ولا ملعب بوخليفه، واللي كاين في تيزي كيهز 50000 متفرج، اللهم بارك. حتى هو وزيد في ذلك. هاد جوج الملاعب الاخرانيه اللي ذكرت زويونين ونقيقين ومقبولين من عند الكاف بصفه كامله.
كاين عندنا عاوتاني الملعب ديال 19 ماي 1956 اللي كاين في عنابه، حتى هو اللي غيلعبوا فيه الشان ان شاء الله باذن الله. غادي يلعبوا فيه تبارك الله تيهز 50 حتى هو 50 الف متفرج. والملعب الاخير اللي عندنا وهو ملعب 5 جويي 1962. قلت لكم جميع الملاعب مقيدينهم في التواريخ باش ياكدوا عليهم السنه والرئيس اللي كان منشئ ديالهم. المهم في العاصمه الجزائريه كيهز تقريبا 64 الف متفرج. حنا عندنا اوعر واحد كيهز حتى هو 64 تقريبا، حنا بحال بحال متساويين ان شاء الله باذن الله. والنسبه ديال الغطاء ديالو 13%. ولكن واحد النقيطه اللي فيها مشكله بسيطه وهو الاضاءه ديالو دايرين لوكس 1600، حنا دايرين لوكس 1800 وهما دايرين لوكس 1600. هذه هي النقطه البسيطه اللي كاين في هذه الملاعب ديال الجزائر، الاضاءه عندهم واحد شويه خافته. المهم ما عليناش الاخوان، شفتوا نتوما الملاعب ديال المغرب، شفتوا تبارك الله الملاعب ديال الجزائر هي رائعه. المهم لكم الراي، انا فيا ما نقول الراي ديالي، نقول شكون الملاعب اللي مزيانه، ولكن الملاعب ديال الجزائر ما شفتهاش هكا بعيني. هذاك الشيء اللي هذا نخلي لكم الراي نتوما، واللي حكمتوا عليه هي اللي كاينه. وتحياتي والله